كان يا مكان من قديم الزمان بلد من أحسن البلاد وكل الناس بيحبوها. البلد دي هي مصر. زمان زمان وفي العهد القديم شعب بني إسرائيل اللي هو شعب ربنا كانوا عايشين في مصر. وفي الوقت ده جه ملك شرير بيحكم البلاد اللي هو فرعون ملك مصر. وقتها فرعون أخد باله إن شعب ربنا بقى قوي جدا وعددهم كمان بقى كتير جدا جدا، والموضوع ده كان مخوف فرعون قوي. وبدأ فرعون يعمل خطة شريرة علشان يقلل عددهم. أول حاجة عملها إنه يقلل لهم الأكل والفلوس، ومش بس كده ده كمان يزود عليهم الشغل علشان يتعبوا ويضعفوا. لكن شعب ربنا ما ضعفش، وربنا كان واقف معاهم وساعدهم. ولما فرعون شاف كده اتضايق جدا وقرر قرار تاني وكان صعب جدا وقال: يا حراس، أمر من فرعون مصر، ارموا أي طفل ولد يتولد من شعب بني إسرائيل في النيل، ولو اتولدت بنت ابقوا سيبوها تعيش. وفعلا يا صحابي بدأ جنود الملك إنهم يرموا كل الأطفال الأولاد في النيل. وكان الوقت ده صعب جدا على شعب بني إسرائيل. شعورك ده دايما أحلى وصعب تكون زعلان لو تحلم تعيش وسطينا وسط أعشاب المرجان. هتلاقي الدنيا حلوة هنا بس في البحيرة، هتلاقيها لعبة وخلوة تقدر تعيش وسطيها جوه البحيرة. جوه البحيرة مية تراوة آخر حلاوة جوه البحيرة. في وسوسو في الأنهار مع أحلى نجم في البحار، وإحنا بنقول أحلى حياة جوه البحيرة. سمعت يا سوسو عن أوامر فرعون ملك مصر؟ أيوة يا فيفي، بس ده صعب جدا. إزاي يعني يرموا كل الأطفال في المية؟ لا مش كل الأطفال، الأولاد بس، لكن البنات مش هيرموها. يا سلام، وهتفرق في إيه يعني؟ كل ده عشان هو خايف من الشعب لا يزيدوا ويكتروا يبقى قوي. بس بصراحة هم صعبانين عليا ومش عارفين نساعدهم ازاي. بصي يا سوسو، مين اللي جاية هناك دي؟ أنا عارفاها، دي يوكابد وكانت حامل من فترة. دي زمانها ولدت، واللي معاها دي بنتها الكبيرة مريم. ايه السبت اللي شايلاه في ايديها ده؟ وشكلها زعلان قوي كده ليه؟ تعالي نقرب ونشوف يوكابد بتعمل ايه. ما تخافش يا حبيبي، انت هنا هتكون في امان. سامحني يا ابني، انا مش عارفه اخبيك اكتر من كده. بقالي 3 شهور مخبياك من الجنود ومش عارفه اعمل ايه، بس اكيد ربنا هيرعاك بطريقته وهيحافظ عليك. يا ماما، انت متأكدة انك هتسيبي اخويا هنا في وسط المية؟ معلش، ما عنديش حل تاني يا مريم. انا لازم ابعد حالا قبل الجنود ما تشوفني. معقول اللي بيحصل ده؟ النور في السبت وسط المية؟ يلا بينا نقرب ونساعده. يا سبت انت سمعنا؟ ايه ده؟ هو مين اللي بيتكلم ده؟ انا مش شايفكم. حاسب كده لا تخبطنا. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا غريب من بعيد عايش حياتي في راحة وسلام، لكن في يوم اتغيرت الحياة. شفت عالم غريب وجديد، شيء عجيب، إحساس جديد. أنا فرحان إني وسطكم ووسط النهر ده محتاج مساعدتكم. أنا الغريب، عرفوني إزاي أعيش جوا الأنهار. أنا الغريب، وصلوني للبيت في قرية في وسط الأشجار. بصوا، انا كان دايما بيتحط جوايا فاكهة كتير لغاية ما جه اليوم ولقيت يوكابد اخدتني ودهنتني بالزفت من جوه ومن بره كمان، وحطت جوايا مخدة وقماش ونيمت النونو جوايا ورمتنا انا والنونو في وسط النيل. اكيد يوكابد عملت كده
علشان المية ما تدخلش جوه وتبل النونو. المهم دلوقتي احنا لازم نساعدك ونزقك بعيد بعيد علشان محدش من الجنود يشوفك. ايوه وهتنطط حواليك علشان النونو يكون مبسوط وكأنه بيلعب في المية. سابك في المية عايم، في نونو صغير نايم، السمكة تزقه شوية ويفتح عينه شوية ويضحك ضحكة حلوة وعليه عالسما العالية. ازاي يا نونو، ازاي يا نونو، ازاي يا نونو، ازاي يا نونو، ازاي يا نونو مش خايف، قول لنا في السما اتشايف. فرملو اقف يا تيتو. مش عارف اقف ولا عارف استنى، المية عمالة تزقني وتمشيني. ليه بس، في ايه ومالك قلقان كده ليه؟ الناحية دي هتلاقوا بنت فرعون نازلة تعوم في المية. يا خبر، بنت فرعون! احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا قربنا منها جدا، لحسن تطلع زي باباها وتموت النونو. يا رب حافظ على النونو من بنت فرعون. وانت يا نونو اسكت خالص وما تطلعش صوت، بطل ضحك ولعب. ايه ده؟ ايه السمك اللي عايم هناك ده؟ وايه الصوت اللي خارج منه ده؟ حاول تعدي بسرعة يا تيتو، ما تخليهاش تمسكك. انا بحاول بس هي شكلها قريب مني قوي. يا خبر، بنت فرعون وصلها السبت. الله، ايه الجمال ده؟ انت شكلك جميل خالص، انت ولد امور قوي وانا حبيتك قوي، وكمان دمك خفيف. انا هسميك ايه؟ انا هسميك موسى، وده معناه اني خدتك من المية وعايزاك تفضل معايا على طول. بلاش تعيط يا حرام، انت اكيد جعان، انت لسه صغير قوي، هتاكل ايه دلوقتي؟ اكيد محتاج ترضع. مولاتي انت عايزة واحدة تأكل النونو الجميل ده؟ ايوه، محتاجة دادا ترضع النونو الصغير. انا اعرف مرضعة قريبة من هنا وحالا هروح اناديها. برافو عليك يا مريم، انت جيتي في الوقت المناسب. مريم دي ذكية جدا وفكرت فكرة عبقرية. ليه؟ انا مش فاهمة ايه اللي هيحصل، ومريم راحت فين اصلا؟ مش محتاجة ذكاء، اكيد هتروح وتجيب يوكابد علشان تأكل موسى. بجد دي هتبقى فكرة حلوة قوي، بس يا ترى بنت فرعون هتعرف؟ وايه بس اللي هيخليها تعرف؟ محدش هيقول لها. اوعي يا ماما تغلطي وتقولي انك مامته، زي ما فهمتك انت دادا وجايه ترضعي موسى. خلاص فهمت يا مريم. انت اسمك ايه؟ وهتعرفي تأكلي النونو موسى؟ انا اسمي يوكابد، وطبعا يا مولاتي الاميرة هعرف ارضعه. ده من دلوقتي ابني واسمه موسى، وعاوزاكي ترضعيه وتهتمي بيه كويس وتخلي بالك منه، وانا هامر الجنود محدش يضايقك ولا ياخده منك. ومن دلوقتي موسى ابن الاميرة وهيتربى في قصر فرعون. بيحبنا كلنا من صغرنا وهو معانا، بيخلي كل ولاده في امان، عايش هنا جوا قلوبنا. زي ما حافظت على موسى بالخطر في وسط المية، ايوه انا ابنك الصغير، خليك دايما ماسك ايديا. زي ما حافظت على موسى بالخطر في وسط المية، ايوه انا ابنك الصغير، خليك دايما ماسك ايديا.
ربنا موجود حواليا، علشان كده انا مطمن انه محافظ عليا. زي ما حافظت على موسى من الخطر في وسط المية، ايوه انا ابنك الصغير، خليك دايما ماسك ايديا. زي ما حافظت على موسى من الخطر في وسط المية، ايوه انا ابنك الصغير، خليك دايما ماسك ايديا. زي ما حافظت على موسى من الخطر في وسط المية، ايوه انا ابنك الصغير، خليك دايما ماسك ايديا.